تربط بين البلدين. هل تحاول الرياض فعلا أستاذ سعد وفقا لما هو مطروح لديكم في الرياض لعب دور الوساطة في هذه الأزمة الحرب في أوكرانيا؟ مساء الخير ورحب فيك وبالمشاهدين الكرام. في الحقيقة بأن المملكة العربية السعودية أبدت يعني منذ بداية الأزمة أن تكون وسيطا في إنهاء هذا الصراع. رأينا مبادرات المملكة من خلال نجاح مبادرتها الأولى في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. رأينا أيضا أن المملكة أيضا دعمت اتفاقية الحبوب التي يعني تمت برعاية أممية. رأينا بأن المملكة تقدم إعانات للاجئين الأوكران ولمساعدة الشعب الأوكراني. المملكة العربية السعودية من خلال علاقاتها الوطيدة والاستراتيجية مع روسيا كحليف استراتيجي تحاول أن توجد نهاية لهذا الصراع، لأن انعكاساته هي يعني ليست على دول أوروبا فقط وإنما على العالم بأكمله. ورأينا مشاكل سلاسل إمدادات الغذاء، رأينا أزمة الطاقة، رأينا مشاكل ارتفاع أسعار البترول. وبالتالي المملكة يعني تريد أن ترعى حلا لإنهاء هذا الصراع بالفعل. طيب، هل ملامح هذا الحل واضحة أو ملامح التحرك السعودي واضحة حتى الآن وفق ما هو متوافر من معلومات أستاذ سعد؟ أخي العزيز، يعني احنا راينا خلال الفتره الماضيه، يعني الفتره الماضيه حراكا دبلوماسيا كبيرا لوزير الخارجيه السعودي فيصل فرحان، وراينا زيارته لاوكرانيا ثم زياراته السابقه والان زيارته لروسيا. ممكن ان يكون هنالك مبادره، ولكن ذلك يعتمد على مدى قبول الاطراف بان يكون هنالك مبادره وساطه سعوديه لانهاء هذا الصراع. قد طبعا الولايات المتحدة وحلف الناتو لهم مطالب معينة، يعني لهم رؤية معينة في رغبة في استمرار هذا الصراع. روسيا لديها يعني رغبة بأن يكون هنالك حل شامل لهذا الصراع يضمن عدم الإخلال بمصالحها. أوكرانيا لا تريد أن ينهى هذا الصراع، ورأينا يعني إصرارها على استمرار يعني هذه الحرب لتحقيق مصالحها، يعني أهدافها العسكرية وحصولها على المناطق التي يعني استطاعت روسيا أن تضمها لها. وبالتالي فإن هذه المعادلة وهذه الموازنة تحتاج يعني توافقا بين هذه الأطراف، وهذا يحتاج عمل دبلوماسي أكثر، توافق أكثر، ورؤية موحدة للوصول لوساطة أو لوساطة يعني من إنهاء هذا الصراع.